التحكم والضغط. حسام بدأ يرفض خروجها مع صديقاتها، ويشعر بالغيرة المفرطة من ماضيها ومن ثقتها الزائدة بنفسها. كان يرى في كل تصرف منها تهميش له، حتى لو كانت تتصرف بعفوية. هي تراه كزوج، وهو يراها أعلى منه، وهذا الخوف يخلق فجوة كل يوم. وثالثها الناس. أم حسام بدأت تتدخل في كل تفاصيل حياتهم. دي مش واحدة منا، بتاكل ازاي؟ بتتكلم ازاي؟ ليه مش بتلبس عباءة في البيت؟ ليه مش بتسلم على عمك بإيدها؟ ويمنى بدأت تختنق، كانت تصرخ في داخلها: أنا تجوزتك أنت، مش عيلتك. لكنها نسيت إنه لما بتتجوز حد من طبقة تانية بتتجوز كل تفاصيل حياتي وعيلتي وخلفيتي وطريقة تفكيري. اللحظة الحاسمة جاءت بعد سنة. رجع حسام من الشغل متوتر، ولقى أصحاب يمنى في البيت بيحتفلوا بعيد ميلادها بهدايا غالية ولبس شيك وموسيقى. شعر وقتها إنه ضيف في بيت مراته، وفي لحظة غضب صرخ قدامهم كلهم: انت فاكرة نفسك فوق، بس انت تحت لو انا مش موجود، وفاكرة اصحابك دول هيكملوا معاكي، هيسبوك اول ما تطلقي. الصدمة سادت، الصمت قتلى. انتهى اليوم بمغادرة الجميع، ويمنى لم تبك، بل فقط نظرت له نظرة طويلة وقالت: أنا مش شايفة نفسي فوق، أنا شايفة إنك اللي شايف نفسك تحت. بعد أسبوع طلبت الطلاق. حاولوا يرجعوا، لكن الهوى كانت أعمق من الحب. وفي يوم وهي بتوضب أوراقها القديمة، لقيت كرت صغير من أول يوم قابلت فيه حسام، مكتوب عليه: أنا مش غني، بس ممكن أغنيك بالحب. ابتسمت ودمعة نزلت.